السلام عليكم، الله يسعد أوقاتكم كل خير، الله يصلح نياتكم وذرياتكم، يديم عليكم الألفة والسعادة والمحبة. أحباب، إذا أنفرط العقد ذهب رونقه. نفسها الأسرة إذا تفككت بسبب مشكلة أو طلاق ذهبت مكانة الأسرة والضحية الأبناء. تحية إجلال وتقدير واحترام للزوجين ليغضون الطرف عن الأخطاء ويتغاضون عن كثير من المشاكل ولا يلجؤون للطلاق إلا في أقصى الحدود، كلها خوفا على أبنائهم، فلذات أكباتهم ما يضيعون ولا تضعف تربيتهم، يتمثلون أمام عينهم قول الله: ولا تنسوا الفضل بينكم. وبالمناسبة في آخر الآية هذه قال الله: إن الله بما تعملون بصير. يقول المفسرون هذا تهديد ما يضر الزوجين بعضهم بالآخر. وإذا لجوا إلى أبغض الحلال عند الله وهو الطلاق ما بعضهم يفشي سر الآخر ولا يتكلم عليه ولا ينشر أسراره ولا يخلعون ثياب الإيمان وثوب المسلم، لأن الرجل يتمثل قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن من أعظم الأمانة عند الله. وفي رواية: إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، فتجدهم يقفون عند حدود الله. إذا تفككت الأسرة بعد الطلاق شوف الأبناء يفتقدون للحنان والمشاعر والحب والألفة والكيان اللي كانوا عايشين فيه. تجدهم مشتتين ذهنيا، ما يركزون في دراستهم، لا أكلهم ولا نومهم ولا حياتهم ولا عيشتهم تهناهم. ولا أعمم، لكن والله أنا مشاهد. بذكر لكم الآن شواهد من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة تبين حقوق الأبناء بعد تفرق الوالدين بسبب الطلاق. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان له بطني وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء، فزعم أبوه أنه يأخذه مني. قال عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي أو تنكحي. يقول عليه الصلاة والسلام: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. طيب شوف كيف صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في عهد خلافة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. عمر كان متزوج زوجة أنصارية وطلقها ورزقها الله منها ولد اسمه عاصم، ثم ذهب وأخذه من دون ما تدري أمه. جت الجدة تشتكي عند أبو بكر، تشكي عمر، فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهم جميعا: هي أرأف وأعطف وأحنى وألطف منك ما لم تتزوج. قال الراوي: فتركه عمر دون أن ينظر إليهما. شوف كيف الامتثال للشرع. الأعجب من ذلك أن عمر لما تولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه جته قضية نفس قضية عمر في خلافة أبو بكر، فحكم عمر بالولد لأمه. وأنت يا الأم خاطبش الله بآيات والنبي عليه الصلاة والسلام بحديث علشان ما تضرين الأب بأبنائه. واسمعي، يقول الله عز وجل: لا تضار والدة بولدها، يعني لا تضرون الأم بأبنائها، ولا مولود له بولده، حتى الأب لا تضرونه بأبنائه وتحرمونه وتمنعونه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من ضار الله به، ومن شاق الله عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام خير غلاما بين أبيه وأمه. وفي حديث آخر أنه قال لغلام: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أحدهما شئت، فأخذ الغلام بيد أمه فانطلقت به. بعضهم يقول لا للأم، بعضهم يقول لا للأب. مرد كل هذه الأشياء ومصلحة الأبناء إلى حكم الشرع في المحكمة. فليتقون الله الآباء والأمهات في هذول الأبناء، لا تغيظين أبوهم بالأولاد ولا تغيظ أمهم بالأولاد. اتقوا الله يا اثنين في هذول الأبناء. تفرقتوا وانتهت الحياة، اتقوا الله وتذكروا أن الظلم ظلمات يوم القيامة، سواء منك يا الرجل على المرأة أو من المرأة على الرجل، فالأحاديث عامة للجنسين. وسواء لا يروحون الأبناء ضحية لهذا الظلم والتعالي على بعض. الأبناء يحتاجون الأب لأنه ركنهم وظهرهم وسندهم القوي وإليه ينتسبون. يحتاجون الأم لأنها عطفهم وحنانهم وحضنهم دافئ. ومرت سنوات وهي ترضع وتربي وتسهر وتتعب، وكذلك حتى الأب. لا يكونون الأبناء ضحية بينكم وتحنقون قلوبهم بعضكم على بعض، تكلم في أمهم ولا تتكلمين في أبوهم ولا تحرمونهم من شوفة بعض الأبوين. اتقوا الله يوم تقفون بين يديه. أسأل الله أن يألف بين القلوب وأن يبعد الظلم عن الأبوين أو الزوجين المنفكين بسبب الطلاق، وأسأل الله
أن يحفظ الأبناء وينشئهم تنشئة صالحة، ويجعل فيهم الخير والبركة والصلاح لآبائهم وأسرهم وأوطانهم والأمة أجمع. سامحوني نفدخشونكم على الإطالة، استودعكم الله الحي العظيم.